عسلامة الناس كلهم، مرحبا بكم في متزاغ. الفيديو متاع اليوم باش نتناولوا فيه تطبيق صغير لأول درس في الهندسة، برنامج السنة سابقة اللي هو درس التوازي والتعامد. ان فيت انا الدرس هذا على المنصه قسمته لزوز اجزاء، لا لي شيء الا انه الدرس هذا باش نعديو عليه في فرض المراقبه الاول وفرض المراقبه الثاني. البارتي نتاع اليوم اكيد جدا باش تجيكم عليها بعض الاسئله ان شاء الله في الفرض نتاع المراقبه الاول، سورتو انتم اول عام سنه في الكوليج، دونك ماذا بيا تركزوا معايا بالكدا خاطر باش تتعلموا معايا كيفاش تكتبوا اولا، كيفاش تتمكنوا من الرموز، وحتى كيفاش تتفادوا الاخطاء الشائعه اللي وقعوا فيهم زملائكم قبل. التطبيق نتاع اليوم مطالبين ان اعطانا الرسم هذا ومطالبين ان نمليو الفراغات. تمرين بسيط جدا لكن مهم على الاخر على الاخر على الاخر. قبل ما نبداو نمليو مع بعضنا الفراغات ماذا بيا نعملوا مراجعه صغيره للمصطلحات، خاطر باش نعلمكم تفرقوا ما بين قطعه المستقيم ونصف المستقيم. الكتابه تفرق ما بين الثلاثه، الرموز تختلف. اراو باش نكتبوا قطعه مستقيم ولا مستقيم لازمنا نسميوه الساعه، باش نسميوه نستعملوا زوز نقاط موجودين على الشكل متاعنا، بالتالي تسميه تسهيل على الاخر. لو كان نعطيك كيما هكا لهنا نلاحظوا اللي لو كان هذه نقطة A وهذه نقطة B، الشكل الهندسي هذا اللي هو الخط غير محدود من الطرفين، لأنه يتجاوز الآ يعني من الطرف B زيد كيف يتجاوز نقطة B، معناها غير متناهي من الطرفين، وبالتالي لهنا قاعدين نتعاملوا مع مستقيم، وبالتالي نستعملوا شنو لهنا باش نسميوه المستقيم هذايا، نحطوا زوز أقواس. لو كان توا نحب نحكي فقط على القطعة AB، هذه A وهذه B، لهنا نحكيو على قطعة مستقيم كوم سون نون لو دي، قطعة معناها جزء، لأني حددت أنا باش ناخذ القطعة نتاع المستقيم أبي، خديت منه مخصو جزء، وبالتالي لهنا هذه تولي قطعة المستقيم شنو؟ أ بي. أنت لهنا كي تلقى زوز أقواس تقرأ هذه المستقيم أ بي وهو لا متناهي من الطرفين. لهنا كي تلقى زوز معقفات تتقراها هذه قطعة المستقيم أ بي وهي محدودة من الطرفين. توا لو كان محدودة من طرف فقط، محدوده من الآ كهو يا سيدي، والبي مسيبه، ريتوها كيفاش ماشيه الى ما لا نهايه، هذه تولي نصف المستقيم ابي. ديما الطرف اللي هي محدوده منه نحطوا فيه معقف، والطرف اللي هي لا متناهيه منه نحطوا قوس. اتفقنا ولا؟ دونك لهنا يجيو توا نمليو الفراغات مع بعض. كنت تحب تزيد تتمكن أكثر من الدرس تلقى الكور كامل على المنصة نتاعنا. قسم الفيديوهات قصار سوبر ديتايي فيهم الأسئلة المتداولة في الامتحانات، الأخطاء الشائعة اللي وقعوا فيها زملائكم بل باش انتوما تتفاداوهم، لي زاستوس الكل، وحتى كيفاش تعمل ريداكسيون. كيما تنجم زادة تشارك معنا في الحصص المباشرة اللي نستعملوا فيهم في أحدث التقنيات باش نوفر لكم تجربة واقعية كيما في الكلاس. تلقاو اللين في صندوق الوصف. مرحبا بكم الناس الكل. ان شنو علاقتها بالدي سي؟ راح حسب برايكم ان تنتمي ولا لا تنتمي الى قطعه المستقيم دي سي؟ لهنا بما انه زوز معقفات دونك هذه قطعه مستقيم. لهنا نمشي للرسم نتاعي، ان نلقاها بين النقطتين دي وسي في القطعه تاع المستقيم دي سي، اذا ان تنتمي لهنا الى دي سي. نتعداو الام تو، ام شنو علاقتها بالدي سي؟ لاحظوا اللي لهنا اسكو يحكي على قطعه مستقيم ولا على مستقيم؟ على قطعه المستقيم دي سي، دونك يحكي على مجموعه نقاط اللي ما بين الدي والسي. اتفقنا ولا؟ المجموعه هذه الام اكيد جدا هو على نفس الاستقامه مع دي وسي، لكنه البرة من قطعه المستقيم اسكو ينتمي؟ دونك لهنا اكيد جدا الاجابه باش تكون لا ينتمي. نكتب ينتمي ونشطب عليه. توا ام ينتمي الى نصف المستقيم دي سي. نصف المستقيم دي سي محدود من الدي وغير متناهي من السي، اذا نحب نصوره يبدا من هنا ويمشي لهنا الى ما لا نهايه، نطولوا هكا معناها. دونك الام وين؟ البرة من نصف المستقيم دي سي، ماهيش موجوده على نصف المستقيم دي سي. ريت المعقف من الدي اذا محدود من الدي، وهي جات قبل الدي على يسار الدي، اذا لهنا الاجابه هي شنية؟ لا تنتمي. باهي لهنا المستقيم دي سي ام موجوده عليه المستقيم دي سي اكيد جدا لانه غير متناهي من الطرفين، معناها لهنا دي سي هو مستقيم وبالتالي يمشي الى ما لا نهايه لهنا ويمشي الى ما لا نهايه لهنا، وبالتالي ام لهنا شبيها ام تنتمي اكيد جدا الى دي سي. نتعداو توا للتقاطع. عندي مستقيم بي ام باش نعمل التقاطع نتاعو مع قطعه المستقيم سي دي. بي ام هات نرسموه، هذا بي ام. بي ام يتقاطع مع قطعة المستقيم دي سي. قطعة المستقيم دي سي هي محدودة، إذا لهنا دي سي لا يتقاطع مع المستقيم ام بي، لأن دي سي هي قطعة مستقيم ما نجمش نمدد فيها. دونك لهنا وبالتالي المستقيم بي ام التقاطع نتاعو مع قطعة المستقيم دي سي مش معناه يتقاطعوا، معناه يتلقاو في نقطة،
فما نقطة موجودة على الزوز باش يتلقاو فيها، الشيء اللي هو ماهوش ممكن، وبالتالي باش تكون لنا هنا الإجابة هي المجموعة الفارغة. نتعداو توا للتقاطع متاع بي ام مع توا ما عادش مع قطعة المستقيم سي دي، لا مع المستقيم سي دي، وبالتالي المستقيم سي دي سيكون غير متناهي من الطرفين، دونك النجم نمدد فيه، دونك التقاطع باش يكون نقطة ام، لأني ام موجودة على المستقيم دي سي وفي نفس الوقت موجودة على المستقيم بي ام، وبالتالي باش يتلقاو وين؟ في النقطة ام. لهنا بلاي كي تحطوا الاجابه نتاعكم، اللي باش يحط هكا باش ياخذ شطر النقاط. علاش؟ على خاطر تو سامبلومون راهو لهنا ديما التقاطع يعطي مجموعه، والمجموعه ديما نحطوها بين لامتين، دونك لهنا لازمك تعمل لامه على اليسار ولامه على اليمين، تحل اللامه نتاعكم بعد تسكر. هذه تتسمى معقفات، هذه اقواس، وهذه لامه، وهذه المجموعه الفارغه. دونك هذه كل مصطلحات نتصور راكم تعرفوها، فما شكون فيكم يعرفها، فما شكون ضيعها. دونك هكا جات الفرصه باش نراجعوها مع بعض. ركزوا معايا مليح. توا ا بي وسي دي، شنو هي العلاقه اللي تربط ما بيناتهم ا بي وسي دي؟ ا بي وشنو وسي دي، بما انهما ضلعان متقابلين في مربع، ايش باش يكونوا؟ باش يكونوا متوازيين. العلامه نتاع التوازي هي شنو هي؟ هي العلامه نتاع التوازي هي هذه. توا ا دي ودي سي، ا دي ودي سي ضلعان متتاليين في مربع، اش بهم؟ هما ضلعان متعامدين هكا، ولا خاطر الزوايا نتاع المربع زوايا قائمه. كي نحط علامه التعامد لهنا، دونك اوتوماتيكمون نجم نقول على ا دي ودي سي هما متعامدين. الرمز نتاع التعامد هو هذا، اتفقنا ولا؟ نملى الفراغ نتاعي ونتعدى. اخر سؤال نخدموا به التمرين نتاعنا هو التقاطع نتاع ا دي مع ا سي. لهنا التلميذ الذكي ايش باش يقول لي؟ باش يقول لي مسيو لاحظوا لي فما نقطه ا تتعاود في الزوز مستقيمات هذوما، دونك عندهم نقطه مشتركه اكيد جدا هي اللي باش تكون نقطه التقاطع، وتنجموا تثبتوه ديجا ا دي وماذا وA سي. دونك النقطه اللي يتقاطعوا فيها اللي يتلقاو فيها الزوز هي الA. بطبيعه ما نحطش هكا ونقف، غلط، ناقصه الاجابه نتاعي، لازم نحط لامتين باش نقول هي المجموعه اللي فيها عنصر واحد، وهكا نكونوا كملنا مع التطبيق نتاعنا. اذا تحبوا تزيدوا تتعمقوا اكثر في الدرس، نيزيتي با الي سور نوت بلاتفورم ماتازير.ان، تلقاو الدرس كامل مع سلسله من التمارين المفصله مصورين بجوده عاليه. بالتوفيق للجميع ان شاء الله.